السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن إجابات للأسئلة اللي انتوا سألتوها على بوست اسأل والإجابة مع الكوتش. كان في أول سؤال: إزاي أتخطى إنكار الذات لأني باجي على نفسي عشان الآخرين كلهم. فإزاي بقى أصلح إنكار الذات ده؟ فأنا هقول لك قبل ما أتكلم عن الحل هسألك الأول، هي الذات اللي انت بتنكرها دي جاية منين وقيمتها منين ومن مين؟ فهاجي اقول لك قبل ما اتكلم اديك مثال الاول. تعالوا نشوف حياتنا كده. لو احنا عندنا حاجات في حياتنا، مثلا شنطة جديدة جايبها، مثلا حاجة جايبها غالية، حاجة براند، حاجة مش عارفة دافع فيها شوية فلوس، تلاقيك بتهتم قوي بالحاجات اللي ليها قيمة عالية او دفعت فيها مبلغ مثلا. وفي حاجات تانية تلاقي نفسك مش مهتم بيها ورميها وراكنها على جنب كده، وشايف ان هي ملهاش اي قيمه، حتى لو اتبهدلت ولا اتكسرت تقول ايه، مش مهمه، دي مش مهمه. فلما اجي اتكلم عن الذات او النفس الداخليه، لازم تعرفوا ان احنا خلقنا اتنين مش واحد. كل واحد فينا هو عباره عن حاجتين، نصين يعني. الجسد الخارجي اللي انا بتكلم معاكم بيه ده دلوقتي، تمام، والنفس الداخليه. فانا عندي نهى اللي هي الجسد اللي بيتكلم وبيتحرك وبيروح وبيجي يعني بيعمل أنشطة ومش عارفة ايه، والنفس الداخلية اللي هي نهى الداخلية. تمام. طيب، نعرف بقى الأول هي نهى الداخلية دي أو النفس الداخلية اللي ربنا اداها لنا منين. فهقول أول حاجة إن هي ربنا خالقها. يبقى جت منين؟ جت من خالق عظيم فوق 7 سماوات. لما خلقها اداها لحضرتك هدية، فهي النفس هي هدية الله لنا. فانا لو جيت قلت لك انه رئيس الدولة هيهدينا جميعا كلنا في العيد مثلا كلنا هيدينا خروف هدية، ايه رأيكم؟ طبعا حاجة رهيبة. ماشي، هدية جالك من مين؟ جايالك من رئيس الدولة، يا تبقى خايف عليها قوي. ما بالك بقى انا بكلمك عن هدية من رب الكون الأعظم، من خالق السماوات والأرض، من فوق 7 سماوات. لما خلق ال الإنسان أعطى له هدية، فهي دي أول حاجة، هدية الله ليك على الأرض. طب هتقولي هدية إزاي؟ هقول لك لحظة واحدة. لما أقول لك هدية من ربنا، يبقى العظيم يدي عظمة، صح كده؟ الوهاب لما يوهب ويدي هدية تبقى مليانة حاجات رهيبة ورائعة. هتقولي فين؟ أنا مش لاقيها. هقولك دي مشكلتك، أنت اللي ما اكتشفتهاش. يعني عاملة زي مثلا صندوق مقفول وانت اللي ما فتحتوش وشفت جواه ايه، او انت فتحت وشفت بس الوش بس، اخدت كام حاجة من على الوش، ما تعمقتش جوه وشفت الجمال. طيب، ربنا جعل النفس دي هي مفتاح انك تعيش على الارض سعيد ومرتاح. تخيلوا، احنا كلنا عايشين بنعاني عشان هاملين نفسنا ورامينها، راميينها يعني في اكبر باسكت في البيت للاسف. مع ان هي النفس دي لما ربنا اداها لك هديه، اداها مفتاح انك لما هتحترمها وتقدرها، ربنا هيجعل لك الناس حواليك تحترمك وتقدرك. لما انت هتهملها وترميها وتيجي عليها، اعرف ان الناس هتعمل معاك اللي انت عامله مع نفسك. فكل واحد فيكم لو شايف ان الناس جايه عليه، اعرفي ان انت جايه على نفسك. لو شايف ان الناس بتعاملك معامله وحشه، اعرف ان انت بتعامل نفسك معامله وحشه. لو شايف انك مظلوم ومش عارف تاخد حقك، اعرف ان انت ظالم نفسك ومش مديها حقها. لو انت الناس بتعمل لك حساب وبتريحك، اعرف ان انت عامل لنفسك حساب وبتريحك. وبص الموضوع كله مقترن بالداخل ازاي. طيب، واحدة واحدة بقى. إنكار الذات أهو، يعني هي من الاسم إنكار، فأنا بقول لها اوعي أنا مش شايفك. طب تعالوا مع بعض، عشان احنا اتفقنا من زمان نعيش بكتاب رائع وهو القرآن الكريم، واللي سميناه كتاب علم النفس الرباني، ونشوف ربنا بيقول لنا ايه، ونشوف كمان من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه عن النفس، عشان أنا مش بخترع. تمام. فربنا قال في القرآن:
اتكلم عن النفس. وانا النفس لما اجي اتكلم عنها يا جماعه يعني محتاجه سلسله حلقات. تمام. وانا عاملاها لكم في موضوع ذا نيو لوك اوف يو، اللي هي النسخه الجديده منك ان شاء الله. بس يعني هي هتبقى محتاجه تفصيلات شويه، لكن انا دلوقتي هكلمكم عليها بشكل مجمل. ربنا اتكلم عن النفس في مواضع كتيره قوي في القران، فانا هاخد لك بس حته صغننه دلوقتي، اللي هي يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. فربنا نادى المؤمنين. تمام. وهنقول تاني الإيمان مش شرط أداء العبادات كلها بالمظبوط، لأن الأداء ليس هو شرط الإيمان، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي اللي وقر في القلب، والعمل إن أنا بنفذ بالعمل العبادات اللي ربنا فرضها عليا. بيقول لي تصدقي، بيقول لي صومي، بيقول لي طلعي زكاة، بيقول لي صلي. فدي العبادات اللي تثبت الإيمان. تمام. لكن أدائها بقى بالشكل عامل إزاي، كترها، قلتها، دي قصة تانية عشان ما ندخلش في قصص. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مالكش دعوة بحد، ركز مع نفسك، اعمل انت الصح. ما تقولش اصل هو واصل هما واصل انا عايز عشانه وباجي على نفسي عشانها. ما تقولش كده. انت شوف نفسك الاول، ركز على نفسك الاول. عليكم انفسكم. فانت نفسك عامل معاها ايه الاول عشان تعمل مع الناس. تمام. يعني انا لما اقعد اقول لابني طول اليوم يا حبيبي ريح نفسك، كفايه تنطيط يا بابا، بس اتفرهدت، طب اهدى، طب كفايه لعب، طب نقعدوا بقى شويه، طب ادخل خد شاور، طب يا حبيبي كل، طب مش طب ادخل نام كفايه كده انت شكلك مرهق. سؤال، الكلام اللي انت عماله تقوليه لابنك ده طول اليوم قلتيه لنفسك؟ بتقوليه لنفسك؟ بتبقي مرهقه وطالع عينك طول اليوم في المطبخ، بتقولي لنفسك يلا نريح بقى شويه؟ رجلك اللي شايلاكي طول اليوم دي، اللي شايلاكي طول اليوم تبقي 12 ساعة في المعرفش الشغل، وبعدين ترجعي الناس اللي بتشتغل، وبعدين ترجعي تقفي في المطبخ مواعين وغسيل ومش عارفة ايه واكل وبتاع، وبعدين تقعدي تذاكري الولاد. هل انت اديتي لنفسك راحة شوية؟ هل الرجل اللي بيشتغل طول اليوم وبيرجع بعد كده يشوف بيته واولاده، او مثلا بيشتغل شغلانتين عشان ظروف الحياة الصعبة او كده، هل انت شفت نفسك شوية؟ هل انت ريحتها شوية؟ ولا طول ما هي عمالة تديك في باور وتديك في قدرات انت جاي عليها ورميها؟ تمام. طيب هو انت مش بتحبها ليه؟ هو انت مش شايفها ليه؟ الناس اللي بتقول انكار الذات، انا هسألكوا سؤال بقى. هو انا بنكرها ليه؟ هو انا بنكر ذاتي ليه؟ ايه اللي مزعلني منها؟ فانت محتاج تعمل حاجة اسمها حديث مع النفس. على فكرة حديث مع النفس ده يعني عايزة اقول لكم، والله والله لو رحتوا لأجدع طبيب نفسي في العالم كله، يعني انت عليت عليه. موضوع الحديث مع النفس ده حل جذري لمشاكلك الداخلية. فانت تقعد تتكلم كده بالورقة والقلم، واحنا قلنا ده علاج رباني. تمام. الورقة والقلم. هو انا زعلان منك ليه؟ هو انا نكرك ليه؟ هو انا مش شايفك ليه وشايف اخويا واختي وعمتي وعمي وتيتا وبابا ومش عارفه ايه ليه؟ عارف اول ما تبدأ تتكلم مع النفس هتلاقي بلاوي بتطلع. فممكن وانت بتسألها نفس تقولك مثلا، انا طبعا بتكلم في العموم، هو انت شايفني اصلا؟ انت شايف عمك اللي بيديك وبيساعدك، ولا شايف اختك اللي معرفش مسيطرة، ولا شايف اخوك اللي كلامه لازم هو اللي يمشي، ولا شايف مثلا ولادك اللي احب عندك مني؟ هتبدأ نفسك ترد عليك على فكرة. تمام. لما انت تسألي نفسك هو انا مش شايفاكي ليه؟ هو انا باجي عليكي ليه؟ هو انا ليه دايما ضغطاكي؟ وممكن حد يلاقي حاجات في الطفولة، وده كان السؤال التاني في البوست، انه حد كان بيقول ازاي نتخطى مشاكل الطفولة وما نعمل الاساءات، يعني لو هي اتساء ليها يعني، وما نعملهاش مع ولادنا. فهقول لك الاول اقعدي مع نفسك، شوفي الاساءات دي والمشاكل الداخلية دي
موصلاكي لفين؟ لان كله متسيف، العقل الباطن مسيف، والنفس ما بتعديش. النفس الداخلية حد يا جماعة قوي جدا وما بيعرفش يسيب حقه، عشان تبقوا فاهمين. انتوا ممكن تبقوا شايلينها على جنب، لكن النفس الداخلية دي سبحان الله عالم رهيب، ما بتنساش، كله متسيف عندها، طلعهولك في الوقت اللي هي عايزاه. نمرة واحد. نمرة اتنين، ما بتعديش. لو حد قال لها كلمة قد كده وحشة، وانت عملت نفسك مش اخد بالك، ولا طنشت، ولا قلت خلاص بقى مش هينفع، اصل انا لو قلت بقى، هي ما بتعديش، الكلمة اتسيفت جوه، وعايزة تاخد حقها، وتفضل متضايقة وحزينة انها ما خدتش حقها، مع انك انت كبرت دماغك وقمت ورحت وجيت، بس في حاجة بتنغص جوه. يجي حد تاني يقول كلمة مش حلوة، او حد تالت يظلمك، او حد رابع ياكل حقك، او شوفوا بقى انتوا في اليوم بتشوفوا مواضيع قد ايه، فتلاقي جوه ده بدأ ايه، يتخنق. فيجي يقول لي حد: انا عندي خنقة في الصدر، انا مش قادر، انا تعبان، انا مرهق، انا حاسس ان انا مخنوق، انا بعيط من غير سبب، انا مش عارف انام، انا عندي قلق وتوتر. كل الاسباب دي حضرتك نفسك الداخلية عايزة تاخد حقها من كل العباد اللي بهدلوها دول. تمام. بس هي قبل ما تاخد حقها منهم بقى عايزة تاخد حقها منك انت الاول. ليه؟ لان انت اللي وصلتها لكده، انت اللي وصلتها لكده. فلو كانت اساءات في الماضي واحنا صغيرين وبابا وماما كانوا بيعملوا فينا كده، ده طبعا دي ما احنا مش هنروح ناخد حقنا من بابا وماما، ده احنا هنقول للنفس ان الاب والام دول ربنا سبحانه وتعالى حطهم في قدر عالي جدا بعده على طول، وقال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وبعدين عمل واو العطف: وبالوالدين احسانا، لان مكانتهم عاليه جدا، واول مكانه ليهم ان هم كانوا سبب في وجودنا. فسبب الوجود يا جماعه ده ليه فضل عظيم. الله سبب في وجودنا، هو خالقنا، والأم والأب هم سبب في وجودنا، لما اتجوزوا جابونا، فهو ده سبب وجود، فهم قدرهم عظيم. طيب، هل هم اختياري؟ لا، الأب والأم اختيارات الله لينا لحكمة يعلمها ربنا. ممكن يكون ده أفضل حاجة تجيلك، لأنك لو جالك أب وأم تانيين بشكل تاني كنت ممكن تفسد، أو تطلع إنسان فاشل، أو تطلع تشم مخدرات مثلا، أي حاجة. فربنا جعل لك الأب والأم اللي حتى لو قاسيين او صعبين او اتربيت بطريقه صعبه، برضو هم حكمه وجودهم انك تطلع بالنسخه الافضل منك، لان الانسان لما بيعاني ويعيش الم بيطلع الحلو اللي جوه. تمام. فابدا اقول لمخي كده انه الاساءات اللي في الماضي انا ما اخترتش بابا وماما، دي اختيارات الله، اللهم لك الحمد والشكر على اختيارك، اكيد يا رب كان ليك حكمة في ده. فيلا بينا بقى اشوف ايه الصح اللي اعمله مع اولادي، عشان ما اعملش معاهم الحاجات اللي انا اتعملت معايا. فاقرا في كتب التربية الإيجابية. دلوقتي بسم الله ما شاء الله النت ما سابش حاجة. اتابع صفحات بتتكلم عن الطريقة الصح، التحكم في الاعصاب وقت النرفزة، طب اصاحب ولادي ازاي، طب اعاقب بطريقه كويسه، ما اعاقبش عقاب شديد ازاي، وهكذا. ولكن النفس الداخليه بتفضل شايله ومخزنه الاساءات اللي حصلت في الماضي. طب اطلعها ازاي واشفى منها بقى؟ عن طريق العلاج الرباني، الورقه والقلم. فحضرتك تفضل تكتب وتطلع وتفرغ، وتجد لهم في الاخر عذر، لان هم ليهم عذر. مفيش انسان في العالم بيعمل حاجه من غير سبب، مفيش، ده الا المجنون بقى، المجنون الوحيد اللي بيعمل حاجات ما هوش عارف اسبابها. لكن طالما بابا وماما ناس عاديين وطبيعيين كانوا قاسيين عليا، ففي سبب. اللي هو ايه اول سبب؟ لو هو قاسي، ما هو اكيد اتربى على القسوه، فهو مش ذنبه، هو طلع لقى اسلوب التربيه بالتلطيش والاقلام والشلاليط ومش عارفه ايه، فطلع شاف ان هي دي التربيه، فانا لازم اربي بنتي او ابني كده. تمام. الناس لما بتتجرع قسوة بتطلعها، ده شيء غصب عنه. عارفين يا جماعة الكوباية، القسوة والحنية زي الكوباية بالظبط، انت بتملاها مية بتلاقي جواها مية، مليتها بيبسي هيبقى فيها بيبسي، مليتها عرق سوس هتلاقي جواها عرق سوس. فما تطلبش ان انت تحط فيها ميه وتلاقي طعمها بيبسي، ما ينفعش. تمام. فنفس الحكايه، الطفل وهو صغير لما بيشرب اسوأ بيتعامل باسوأ، بيطلع شخص كبير بيبقى اب بيبقى قاسي. تمام. نفس الحكايه الام،
وفي جينات، يعني ممكن يكون حد يقول لك مع انه والله بابا حنين جدا وهو طالع قاسي، جينات دي بقى حضرتك، يعني دي جيناته نطحت عليه. فخلاص احنا في حاجات كده نفهمها لوجيك كده، تمام. لكن ربنا قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني احنا هنترحم برحمة الله لما نتراحم فيما بيننا، لما احنا نرحم ولادنا ونرحم صحابنا ونرحم اهلنا وكده يعني. فالاب والام اللي شداد واللي جم علينا واحنا صغيرين، ده اختيار الله لينا، ريح دماغك، حط لهم عذر ان هم اتربوا كده، وان هم ما كانوش يعرفوا الرحمه او ما تعاملوش بيها. وفي نفس الوقت فرغ كل اللي شفته زمان بالورقه والقلم علشان تطلع من النفس الداخليه وتطبطب عليها، لان هي بتفضل شايله. هرجع تاني لانكار الذات. انا بنكر ذاتي ليه؟ علشان انا مش عارف هي مين ذاتي دي اصلا. فاحنا لما عرفنا انها هدية الله لنا، ده ريحنا. اول حاجة، طب الهدية دي مالها؟ دي مليانة كنوز بقى. مليانة كنوز، مليانة كنوز. طب هي فين؟ انا مش شايف، حضرتك اللي ما اكتشفتش. افتح الصندوق وانت تلاقي. اعرف ازاي؟ تكتشف النفس بالتجارب او بالاسئلة. حاولوا يا جماعة كل حاجة تحصل لكم تناقشوها. يعني ايه؟ يعني بلاش كده الجمل اللي بتيجي في دماغنا ونفضل ماشيين وراها وخلاص، خلينا نناقش حياتنا، خلينا نناقش اللي بنعمله. فانا دلوقتي اتعودت ان انا بشرب قهوة كل يوم الصبح، بقوم من النوم بعمل كوباية قهوة. تعالوا نناقش ده كده، تشربي قهوة ليه؟ بص أنا ممكن دلوقتي اخليكم ما تشربوش قهوة اصلا مع انها حاجة جميلة وصحية، بس مثلا القهوة غلت دلوقتي، احنا مش هينفع نشرب قهوة، قهوة غالية جدا. طب ما انا بدل ما اقول القهوه غاليه وانا مش قادره اجيبها، تعالوا نناقش القهوه كده. ناقش كده افكارك، هو انا بشرب قهوه ليه؟ عشان تصحصحني. وليه كمان؟ عشان مفيده مثلا، فيها مضادات اكسده. طب هل هي متعبه ولا مريحه؟ تتعب جسمي ولا بتريح؟ هل هي لما بشربها هل فعلا انا بحس انها صحصحتني ولا ما بيفرقش؟ في ناس تقول لك انا بشرب قهوه وادخل انام. طب انت بتشربها ليه بقى طالما هي ما عندهاش مفعول التنبيه ده؟ يبقى اذا انت لما ناقشت الامر تلاقي نفسك ممكن تبدا ترجع عن الحاجه، تقول لا لا خلاص انا لا مش عايز ده، مش هعمله. فانت طول ما الافكار في دماغك ما بتناقشهاش، انت بتبقى ماشي وراها وخلاص، هي مسيطره عليك. فانا لما اناقش نفسي، هي نفسي دي ايه الوحش اللي عملته معايا يعني عشان انا انكرها وارميها على جنب؟ طب الشخص اللي انا عماله اراضيه ده، مش انتوا بتقولوا براضي الاخرين؟ طب اللي انا براضيه ده هو ايه اللي بيعمله معايا مخليني انا مهتم بيه قوي وناكر نفسي؟ طب هي نفسي اهم ولا هو؟ طب بلاش السؤال ده، وانت ممكن تقولي هو اهم. هو مثلا مديري، ولا واحده تقول لي زوجي، ولا واحده تقول لي ده والدي. ماشي. طب انا هسألك سؤال تاني، هو انت هتقفي قدام رب العالمين تتحاسبي على مين الاول؟ ها؟ اللي هيقول لي هتحاسب على والدتي او على ابويا او على جوزي، هقول لك لا، ربنا هيحاسب على النفس الاول. مش دي الهديه؟ مش ده الباكج اللي اداهولك؟ صحيح، هيحاسبك عليه الاول، دي الامانه. ربنا اداك امانه، نفس داخليه وجسد، هيحاسبك عليهم الاول، وبعدين يبدا يحاسبك بقى على ايه؟ ايمان تعول بقى، الناس اللي هي اللي انت شايل شيلته. فانت عامل مع اول حساب هتتحاسبوا ايه؟ لا، الناس كلها بتنط لما بعد ذلك. فيقول لك لا 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 لا، انا والدتي واخواتي الاول بس مش مشكله انا. لا لا لا، انا زوجي الاول مش مشكله. واحده تقولي لا انا عيالي، بصي عيالي دول نمبر 1، بعد كده اي حاجه تانية. لا انا مديري في الشغل ومش عارفه ايه، بعد كده اي حاجه تانية. طب ما هو انت مش هتتحاسب على دول الاول؟ طب انت اول سؤال من ربنا، عملت ايه في نفسك؟ عملت ايه في جسدك؟ هتقول له يا رب بعد اذنك انا عايز شيفت للسؤال، خليه في الاخر، خلينا بس نشوف الشيله التانيه اللي انا قعدت ضيعت عمري عليها. هيقول لك انا ما قلتلكش تضيع عمرك على حد، والرزق بيد الله، ما طلبتش منك انت اللي ترزقهم ولا تجيب لهم ولا تعمل لهم. وفي نفس الوقت انا كنت حاسبك انت الاول بعدين هم. لما نخلص حسابك انت الاول، فاسالوا نفسيكوا بقى، كل واحد يمسك ورقه وقلم، ها الناس اللي عايزه تتشافى، ويقول لنفسه انا دلوقتي
بعمل مع نفسي ايه؟ طب المفروض انا اعمل معاها ايه؟ برحمها، بريحها، براضيها، بزكيها. ربنا قال ايه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من إيه زكاها. فربنا يعني النفس دايما بتحب التزكية. التزكية يعني إيه؟ إنك تعليها كده وتوديها لطريق الخير ويعني جبلت النفس على الفطرة، على الخير، على المعاملة الحسنة. هي دي النفس. تمام. فحضرتك بتعمل معاها إيه؟ فتلاقي نفسك طول اليوم انت بتتعارك في صراع داخلي، في عركه جوه بتحصل. انا نازله المشوار ده، في حاجه جوه بتقول لك لا ما تنزلش. طب انا قاعده بذاكر لاولادي، وفي حاجه جوه بتقول لي كفايه بقى يلا نرتاح شويه. تمام. انا هرتبط بالشخص ده، وفي حاجه جوه بتقول لك بس انا مش مرتاحه، يعني انا مش مرتاحه. انا رايح اشتغل الشغلانه دي عشان السالري بتاعها عالي، وفي حاجه جوه بتقول لك ماشي السالري بتاعها عالي بس خانقه، الناس اللي حواليك خنيقة مثلا. فانت طول الوقت عايش في صراع، انت بتناكف في نفسك. هي تقول لك حاجة وانت تعمل عكسها، او انت تقول لها حاجة وهي تبقى عايزة العكس. بس مين اللي مسيطر؟ اللي مسيطر من جوه النفس، واللي مسيطر من بره الانسان. يعني ايه؟ يعني نفسك مسيطرة على جسدك، على اجزاء جسمك. فحضرتك لما بتناكفها هي بتضرب في حاجة في الجسم، فتلاقي بقى صداع على طول، يا دكتور ما بيروحش، في صدري في قفله كده، ضربات قلبي دايما بتعلى، مش انا رجليا بدأت تنمل. ده مين؟ ده النفس. النفس تسيطر على الجسد وتملكه، وتقدر تضرب في اي حته عشان تسمع بس، تقول لك شايف قوتي؟ انت مستهون بيا؟ ده انا هديه من ربنا، ده انا قادره. تمام. وقدرتي من جمال قدرة الله، وعظمتها من عظمة صنع الله، ده ربنا اللي صانعها. فهي تملك الجسد تبهدلك، والله تبهدل. تقوم من النوم كده يوم، انا في ناس والله بتجيلي خلاص عايزه اطلق الدنيا، انا مش عايزه اعمل مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اعمل حاجه، مع انه بسم الله ما شاء الله يعني ناجح جدا وواصل لحاجات حلوه جدا ومعاه فلوس. يعني تفتكروش ان ده عشان ظروف صعبه بقى ومعهوش فلوس، لا 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 خالص. بس نفسه جابت اخره خلاص، مش قادر. هو جه على نفسه كتير، فنفسه قالت له طب والله لا اقلب الترابيزه. وتقوم جايه في يوم تخليك تقوم من النوم، لا انت عايز تصحى من النوم، ولا عايز تسيب السرير، ولا عايز تنزل شغلك، ولا عايز تشوف حد، ولا عايز تتكلم مع حد، ولا طايق حتى تعمل حاجه حلوه لنفسك. مين اللي وصلني لكل ده؟ نفسي. اللي انت مش مهتم بيها دي هي مسيطرة على فكرة، بس مسيطرة من جوه. مين بقى اللي مسيطر من بره؟ الإنسان. فتيجي مثلا نفسك تقول لك بلاش المشوار ده، أنا مش عايزاه، مش عايزة أروح أشوفه، وأنت تقوم جاي لابس ونازل. فأنت سيطرت من بره أهو. تمام. تروح المشوار تدبه، وتاخد لك أوبر كده وتدفع لك مبلغ محترم، وتقوم جاي يحصل المشوار ده يكون حاجة رخمة، وتلاقي نفسك رجعت وتقول يا ريتني سمعت كلام نفسي اللي جوه، يا ريتني ريحت نفسي، ما كنتش نزلت، كنت وفرت اوبر. ايه اللي حصل دلوقتي؟ انت نكفت في نفسك، مع ان نفسك حاسه او مش عايزه الحاجه دي. لو انتوا الاتنين تمشوا، يعني انت ونفسك انتوا الاتنين تمشوا على تراك واحد، انا عايزه ونفسي عايزه، انا مش عايزه ونفسي مش عايزه، انا راضيه ونفسي راضيه، او انا مرتاحه ونفسي مرتاحه. لما احنا الاتنين نمشي على تراك واحد، تبدا تعيش نعيم الله في الارض. هو مش في نعيم في الاخره الجنه، وفي نعيم في الارض والله. فتبقى دايما مرتاح ودايما مبسوط. الناس اللي تقول لك ايه اهم حاجه راحه البال، ربنا خد مني كل حاجه واداني الصحه عارفين الجمله دي؟ اهم حاجه راحه البال. طب راحه البال هتجيلك منين يا باشا؟ ما اعرفش بس احنا بندعي ربنا طول حياتنا يجي لنا راحة البال. ما هو راحة البال مش هتجيلك وانت بتناكف في نفسك، لان حتى البال هي تملكه. تخيلوا البال ده اللي يقول لك ايه، انا داخل انام ودماغي عماله تفكر وتشتغل انا مش مرتاح، انا حاسس ان بالي مشغول. حتى البال النفس تملكه، بتملك كل حاجه فيك على فكره. فبلاش تناكفوا جواكوا،
يعني بلاش المناكفة تبقى مع حاجة بتاعتنا، لأن النفس دي بتاعتنا، ربنا اداها لنا، هدانا بيها. تخيل بقى لما انت تريحها وتراضيها، تبدأ على طول تطلع لك بقى قدراتها. ابقى صاحي من النوم كده، الله ايه الجمال ده، ايه ده انا صاحي فايق ورايق، وعايزه انزل الشغل، وعايزه اعمل حاجات حلوه، وعايزه اخلص حاجات ورايا، وعايزه اروح المشاوير دي، وعايز تبدا بقى. بصوا النشاط ده جه من النفس بقى، يلا اديله نشاط، مش هو رضانا وريحنا، احنا كمان هنراضيه. تمام. فالله يأمر الكون كله يبدأ يراضيك انت، عشان انت بدأت تريح نفسك. فتنزل المشوار تلاقي الدنيا بتتظبط، الناس بتحترمك، هنا الامور خلصت، هنا مش ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. وارجع انا كويس مش تعبان، اخلص حاجات تانية. طب يلا بقى نريح نفسنا شوية، يلا في وقت للراحة، نرتاح ساعة ولا ساعتين، بعدين نكمل اللي ورانا. فتبدأ تبقى عايش مرتاح البال بقى، وجسدك مبسوط، ونفسك الداخلية مزقططة. وانت بقى حاجة غريبة جدا، بتعمل فاونديشن طبيعي. وده يعني جلسات إحياء النفس عملتها مع ناس كتير حصل لهم الموضوع ده يا جماعة. بيبدأ الوش بيض كده، سبحان الله، يعني حاجة غريبة كده. يعني بقت ستات تقول لي احنا ما بقاش نحط فاونديشن. ليه؟ النفس لما بتفرح بتفرح الوش، تلاقي كده الضحكة طالعة من القلب، وشه اختلف، اتبسط، نظراته اختلفت، يعني بان عليه كده. فالبشرة بتفتح درجتين، يلا أحلى من أحلى فاونديشن أهو. تمام. انت عايز ايه بقى؟ انت عايش النعيمة والأرض اهو. عايز ايه؟ انت بقى مش عايز تعمل كل الليلة دي ليه؟ هو انا لسه هعمل لي، انا اعمل للناس، والناس تقوم جايه مدياك على دماغك، سوري انا اسفه جدا يعني، بس هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل. لان الطبائع البشريه جبلت على ايه؟ على الطمع. الطبائع البشريه جبلت على المصلحه، كل واحد عايز مصلحته، يعمل لنفسه ويمشي. عملتني اعملي تاني واعملي تالت، انا طمعان. يعني الطمع ده ربنا سبحانه وتعالى جعله في البشر، حاجه من الحاجات الطبيعيه. مش كل الناس طماعه، بس في ناس كده، اول ما تلاقيك بتعمل لها وتيجي على نفسك، تاخدك سكه بقى، في الرايحه وفي الجايه، اعملي لي وخلي لي وسوي لي فانت اللي مش محترم ذاتك. انت لو احترمت ذاتك وقدرتها وشفتها الاول، بعد كده شفت اللي وراك، الدنيا كلها تتظبط لك. بس انتوا اللي هو ايه، عارفين انت بيسموه ايه يعني، بنكسل. بس بنكسل وفي الاخر بنقول يا ريتنا ما كسلنا. فده كده موضوع انكار الذات. عشان حضرتك توقفي انكار ذات وتيجي على نفسك للاخرين، حضرتك اول حاجه هتحاسبي عليها هي نفسك. فشوفي بقى بالورقه والقلم، انت ايه اللي بتعمليه لنفسك وايه اللي ما بتعمليهوش، علشان خاطر تعرفي تعيشي صح وما تنكريش ذاتك. الناس اللي بتقولي انا عايشه عشان ولادي، او انا عايشه علشان ماليش غير الرزق ده من جوزي، او انا عايشه عشان ماليش غير الوضع ده، انت كده بتقولي لربنا، سوري انا اسفه جدا جدا في الجمله اللي هقولها، انت بتقولي لربنا انا مش مطمنه ليك يا الله، ومش مطمنه لرزقك، فانا قاعده لازقه في واحد بيهني ويبهدلني، بس انا مطمنه للرزق اللي عنده. تمام. انا عايشه حياه انا مش طايقاها، بس انا مش مطمنه للحياه يا رب اللي انت هتدهاني بعدين، انا مطمنه للي انا عايشه فيه ده دلوقتي. فده سوء معامله لرب العالمين، سوء ظن بالخالق الكريم. لازم نتعامل مع ربنا يا جماعه بحسن ظن وبأدب. احنا في حاجات بنعملها وبنقولها بيبقى فيها سوء أدب لرب العالمين، ما بتبقاش مقصودة، أنا عارفة والله ده. بس كل واحد فيكم يقينه مهزوز أو متكل على الرزق من عبد، اعرف إن أنت نسيت إن صاحب الرزق هو الله، هو اللي بيرزق العبد، هو بيرزق حضرتك. فما تقوليش أصل أنا مكمل في الشغلانة دي بس عشان أصل أنا لو سبتها هاكل منين؟ تاكل منين وهي الشغلانة اللي بترزقك ولا الله اللي بيرزقك؟ مين؟ بس انت مش عارف تتوكل عليه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث بتاع لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. تتوكلون ايه؟ عشان في ناس تقول لك طبعا احنا متوكلين على ربنا. انت ازاي بتقول كده؟ طب تعالى بقى، تعالى تعالى.
لو انكم تتوكلون على الله ايه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب ايه اللي بيحصل للطير؟ تعالوا كده نشوفها. الطير بتصحى من النوم الصبح، يعني موجودة في العشش بتاعتها، بتصحى من النوم كده، يلا بينا نقوم نشوف حق ايه رزقنا، بتقعد تطير وتروح وتيجي. لو الطيور عملت زي ما البني آدم بيعمل، اللي هو ازاي؟ طب احنا هنطير فين النهارده؟ اقول لكم بقى، ده البشر بيفكروا كده. طب يا ترى انا لو طرت يمين هلاقي اكل؟ لا لا لا، يمكن ما الاقيش اكل. طب انا لو طرت شمال، طب بص بقى، انا احتمال ما الاقيش اكل اصلا النهارده، خليني قاعده ويمكن نلاقي اكل في اي حته تانية. فبصوا، لو هو الطير عنده زينا كده مخ وعقل باطن ومش عارفه ايه، وقعد يفكر ويحلل ويعمل، ما كانوا كلهم ماتوا من الجوع على فكره. لكن هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه تتوكلون حق توكله؟ لان الطير اول ما بيفتح عينه بسم الله الرحمن الرحيم كده وينزل على طول، توكل على الله، انا نازل وهطير وخلاص، مش فارق معايا يمين شمال فوق تحت، انا هطير بس في رب بيرزقني، هو متاكد من ده. عشان كده تكمله الحديث قال لك ايه تغدو خماصا وتعود بطانا، يعني بتنزل بطنها فاضيه وجعانه وبترجع بطنها مليانه. مين اللي متكفل بده؟ اللي خلق الكون، هو الإله. فمن صفاته كإله إن هو يقوم على الكون بإيه؟ بالرزق، لأن هو اللي خلق الكون. فحتى في المثل يقول لك إيه؟ يرزق النملة السوداء، أو يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء. ها؟ يعني إيه هو اللي يشوفها؟ يعني اللي يشوف نملة سوداء في يوم ظلام أو ليلة سوداء على الضبة السوداء اللي هي الهضبة ولا الجبل الأسود، اللي هيشوف كل ده يا جماعة من غير عدسة ومن غير نور، يعني قادر على رزقها ولا لا؟ ما تتخيلوا كده قدراته، واقعدوا كده فكروا في قدرات الله. يعني اقعدوا قولوا كده، هو اللي يعني مثلا ايه، انا لما تبقى عندي مشكلة ضخمة او جات لي حاجة صعبة، عارفين اول ما يجي قدامي على الفيس كده فيديو للكائنات البحرية والبحر الاسماك والالوان وكده، اول ما اشوفه يعني اقعد كده اتامل في الجمال بتاع السمك والالوان واللبس اللي هم لابسين، تحسيهم لابسين فساتين كده السمك، ومش عارفه اورنج في اسود ومش عارفه ايه، ومش عارفه من هنا ابيض ومن هنا لبني ومن هنا رتوش ايه وش ايه، اقعد ابص اقول يا الله على الجمال، ايه ده اخطبوط يا عم بس ملون الوان رائعه، اخطبوط يعني حاجه مش حلوه ممكن يبخ سم، بس ملون الوان تخليك تتنح له كده. هو اللي عمل التفاصيل دي والجمال ده والحلاوه دي، يعني ما هي القدرات اللي عنده اللي خلته يعمل الالوان والتفاصيل دي، هي نفس القدرات دي اللي هتديني رزقي، هي نفس القدرات دي اللي هتحل لي مشكلتي. ساعتها بحس المشكله هبله قوي بصراحه، اول ما اشوف المناظر دي اقول بس خلاص مشكلتي دي عبيطه بقى، يا رب حلها من عندك، خلاص موضوع بحسه انتهى اصلا، اكنها اتحلت وانا قاعده في مكاني. ليه؟ شفت قدرات اللي هيحلها لي. ما هو مين اللي هيحل لي مشكلتي؟ الله. طب مين بقى يعني الله هيحلها لي ازاي؟ بقدراته. طب يلا نتفرج على القدرات. هتقولي لي انا ساعات بقعد مع ناس يقول لي ايه، اصل انا مشكلتي ملهاش حل. يعني حضرتك إيه حكمت انها ملهاش حل ليه؟ حضرتك بره الكون، يعني بره قدرات الله؟ لا 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 لا، مش الدرجات دي حضرتك، ما تقوليش كده. طب امال ايه؟ مش فاهمه. طيب ليه ملهاش حل ليه؟ يعني حلها ربنا ما نزلوش في الكتالوج مثلا؟ مش فاهمه يعني. يعني ربنا كاتب كل حاجه في القران، طب انت عايز ايه؟ انت اللي بتقفلها. طيب مش انت دلوقتي ربنا اللي هيحلها لك؟ يقول لك ونعم بالله. بصي الكلمه طالعه مش من القلب، طالعه من اللسان، من الطرطوفه. طب تعالى بقى نشوف القدرات بتاعه اللي هيحل لنا المشكله دي عشان انت تطمن. يعني مثلا اديكم مثال ولله المثل الاعلى، لو انت جاي لي انا كنهى كلايف كوتش، تقولي مثلا في مشكله عندي مثلا عايزك تحليها، فانت اول مره تتعامل معايا فبتقولي بس انا ما اعرفش حضرتك هتعرفي تحليها ولا لا، فاقول لك طب بص تعالى تعالى واديك مثلا ايه, ناس حلت لهم مشاكل قبل كده، اقول لك طب اتصل بيهم وشوف كده، فدي تقول لك اه لا عملت معايا كذا، ودي تقول لك اه فعلا كذا، ودي. فقدراتي انت شفتها فين؟ في الناس اللي انا حليت معاهم المشاكل قبل كده.
نفس الحكايه لما تبقوا عايزين تطمنوا لرب الكون في حل مشاكلكم او في الرزق او في اي حاجه في ولادكم، روح اتفرج على اي طبيعه هو خالقها، سواء مناظر طبيعيه او، يعني انا انصحكم اكتر من المناظر الطبيعيه بما تحت البحار والمحيطات، لان ده عالم رهيب، عالم تاني. اتفرجوا على قدراته تحت وانتوا هتعرفوا قدراته فوق، فوق البحر بقى، فوق الارض. هتعرفوا قدراته معاكم، مع نفس القدرات اللي عمل بيها الحياه البحريه الرهيبه دي. انت هتعرف قد ايه القدرات دي هتبقى عامله ايه مع مشكلتك بقى. هتلاقي مشكلتك بقت نقطه. طب هتقول لي انا نمت وقمت ما اتحلتش المشكله. هقول لك هو انت عايز بمزاجك ولا بتوقيت الله؟ كل حاجه ليها توقيت. كل حاجه ليها توقيت. مفيش حاجه في الدنيا معموله الا بالتوقيت. فمش انت اللي هتحكم. الحل هيجي لما حضرتك تصدق وتآمن بجد من قلبك ان ربنا بيحلها وهيحلها، وان حضرتك تستنى توقيته. فتصبر كده وتهدى على نفسك شوية وتتوكل بقى وتطمن، تقوم تشرب حاجة سخنة وتشوف حالك وتتحرك وتدعي ولسانك كده يبقى كله ذكر لربنا، هتلاقيها اتحلت. فتقولي طب ليه انها اتأخرت؟ يعني ما كانت تتحل دلوقتي. اقول لك الله هو عايز يسمع صوتك بقى وتقعد تذكر. ما هو الناس كلها لو مشكلتها اتحلت يا جماعة في نفس اللحظة، محدش هيفتكر ربنا على فكرة. لأن جبل البشري على النسيان، عشان تبقوا فاهمين. رسول صلى الله عليه وسلم قال نسى أبوكم، اللي هو سيدنا آدم، نسى أبوكم فنسيتم. فاحنا أغلبنا بننسى. يعني ده احنا ممكن ننسى الصلاة ونفوت صلاتين على بعض مثلا ولا حاجة. فما بالك بقى بالذكر والدعاء؟ ممكن تنسى، ممكن تلاقي نفسك لاهي. والحياة كلها تلاهي يعني. يعني مثلا ايه، العيال بتلهي. مشاكل الاولاد نفسها في المدارس والدراسه والكلام ده بيلهي. تنزل الشارع عشان تركب حاجه تلاقي معرفش، تلاقي عينيك بصت على ايه لهيت. دخلت الشغل معرفش مين بيتكلم في ايه ومين حكيت لك ايه لهيتي. فالانسان بيلهى بالتعايش مع الناس. فربنا بيجعل المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا هي منبهات، زي المنبه اللي بيصحيك الصبح كده، هو منبهات لذكر الله وللتقرب من رب العالمين. عرفنا هنعمل ايه مع نفسنا عشان ما اطولش عليكم. عرفنا هنعمل ايه مع نفسنا. عرفنا هنعليها ازاي، لان دي اول حاجة هتحاسب عليها من رب العالمين هي نفسك. تمام. اقعد ناقش كده، اقعد ناقش انت بتعمل ايه مع نفسك وبترحمها ولا لا. اعمل حديث مع النفس، شوف نفسك هتقول لك ايه لو انت عايز تسمعها. تخيل كده نفسك طلعت وقعدت قدامك. يعني دايما لما في جلسات المصارحة بيعملوا كده، يقول لك يا عم انت اللي جوه ده طلع وقعد قدامك، هتقول له ايه او هيقول لك ايه؟ بتحصل كوارث بقى، يعني بيبقى فيها كلام موجع جدا جدا جدا. تخيلوا. فشوفوا انتوا بتتعاملوا مع نفسكم ازاي عشان تعلي حب الذات بدل ما انت عامل له انكار. يقينك بالله وتوكلك عليه يزيد عن طريق انك تتفرج على الحياة في البحر او في المحيطات. اتفرج على قدرات الله عشان تعرف ان قدراته دي نفس القدرات اللي عمل بيها الحاجات دي، هي نفس القدرات اللي عايشة مع حضرتك وموجودة معاك وجنبك في كل وقت، بس انت اللي ناسي ده ومش اخد بالك. نفسك الداخلية هدية زي ما قلنا في الأول. فحبوا هدية ربنا وقدروها واحترموها، عشان هي اللي مكملة معاكم لحد آخر يوم في عمركم. والله الناس مش مكملة، الناس كلها بتيجي وتمشي، لكن نفسك هي اللي مكملة معاك لآخر يوم. واعرف ان كل ما انت هتحافظ على نفسك دي، هي كمان هتديك من قدراتها وجمالها الداخلي، وهي اللي هتقويك على الدنيا الصعبة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. هي الدنيا مش صعبة ولا حاجة، بس احنا مصعبينها على نفسنا. تمام. رزقك جايلك جايلك، والله ملهاش علاقة لا بغلو ولا مش بغلو. انت في الاخر مكتوب لك رغيف العيش اللي عمالين يتنططوا عليه، والغلابة ومش الغلابة. اقسم بالله، اقسم بالله، ها، كل واحد مكتوب له قبل ما يتولد الشخص ده هيعيش مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. في ناس بتعيش استثناءات 80 و90 سنة، بس عموما الشخص ده هيعيش كذا. السنين مكتوبة عند ربنا في اللوح المحفوظ، مكتوب قصادها كام رغيف عيش، كام شوال رز، كام شوال سكر، كام شوال مكرونة، كام حتة لحمة،
كام حتة فرخة، كام حتة سمك، ها، كام توابل بقى، وعيش بقى الحاجات اللي هي الاوبشن دي. مكتوب كل حاجة للشخص الواحد. يعني نهى مكتوب لها كذا كذا كذا. فانا رغيف العيش غلا ما غلاش، انا مكتوب لي في رزقي من الله، في صفحتي في اللوح المحفوظ بتاعي، مكتوب لي 20,000 رغيف على مدار سنين حياتي، هاخدهم هاخدهم هاخدهم. الدنيا بقى غلت، الدنيا علت، الدنيا واطت، الرغيف طلع، الرغيف نزل. لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها وأجلها. اللي هيحصل إيه بقى؟ أنا اليومين دول بعشق العيش، فهاكل حب. بعد شوية ماليش نفس للعيش ومش عايزة، أصل أنا بعمل دايت فمش هاكل. المهم إن التوتال بتاعي هخلص الكمية اللي ربنا كاتبها لي في اللوح المحفوظ. أنا معرفش أنتوا مش واخدين بالكم من النقطة دي إزاي. ده يريحك إن حتى اللقمة اللي بتاكلها مكتوبة لك. يعني انت ممكن تيجي تاكل حاجه وتستغفر الله العظيم ترجع، يعني مش مكتوبه لك، نزلت جوفك بس ما اتهضمتش وطلعت تاني. في ايه يا عم؟ ما تحطوش الرزق ده خالص في بالكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. موضوع بسيط قوي، بسيط قوي. ما هو خلقنا ورزقنا. الموضوع يعني مش مستاهل اصلا ان احنا نقعد نفكر فيه. انت عايز حاجه روح جيبها وخلاص. مش لقيتها مش قادر تجيبها غاليه، اطلب منه بس. نصيبك هتجيلك، مش نصيبك انسى وراح دماغك. انا دخلت كذا موضوع كده في بعض. يعني الحاجه جت مع بعضها يعني. فاللي حابب يقول اي سؤال عشان انا هقفل اللايف. حد عنده سؤال؟ اللي بيسأل يشيل المايك، يفتح المايك اصلي عشان تعرفوا تردوا.